معي الآن من جنوبي المغرب من مدينة طنطان شرف الدين زين العابدين الإعلامي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية عن حزب التقدم والاشتراكية. سيدي الكريم، مرحبا بك. يعني لديك ربما تحفظات على نتائج هذه الانتخابات، حيث هل هي انتقادات من خاسر الانتخابات؟ لا، طبعا يجب الاعتراف أولا أنه عموما قد مرت هذه الانتخابات في أغلب المدن المغربية في أجواء ديمقراطية، إلا أن هذه المدينة التي ترشحت بها باسم حزب التقدم الاشتراكية ظلت مع الأسف خارج هذا السياق الديمقراطي، حيث لم تعكس سلامة المناخ العام الذي جرت فيه الانتخابات. كان بودنا أن يكون النزال شريفا وأن يتم التباري على البرامج وعلى ما تقدمه هذه الأحزاب، إلا أننا سجلنا بقلق شديد وبأسف استمرار آفة المتاجرة في الأصوات والاستعمال الكثيف للمال في شراء الذمم واستمالة الناخبين بالعطايا والوعود. وطبعا في بعض المناطق كان هناك توظيف غير مشروع لإمكانيات الدولة والجماعات. هل رفعتم كل هذه الملاحظات إلى السلطات المعنية أم لا؟ طبعا يجب أن أقول أيضا في هذا الإطار أنه جميع القوى الحية في هذه المدينة قد نظمت بالأمس مسيرة احتجاجية يعني تندد بهذه النتائج، ونظم جميع وكلاء اللوائح في المدينة ندوة صحفية في نفس الإطار. وطبعا نحن سنتخذ جميع الإجراءات القانونية. الدستور الجديد يتيح لنا فرصة نقد هذه النتيجة أمام المحكمة الدستورية، وما نحن بصدد فعله الآن. كنا نتمنى أن تكون مدينة طنطان في صلب هذا التغيير الذي تعرفه البلاد الآن. سيد زين العابدين، يعني كإعلامي أيضا، كيف تابعت فوز العدالة والتنمية وما هو المطلوب ربما من الحكومة المقبلة؟ طبعا فوز العدالة والتنمية يجب الاعتراف بأنه كان منتظرا بالنظر إلى قوة هذا الحزب وموقعه في المعارضة طيلة سنوات. يجب الاعتراف بأنه كان يشتغل بجد وكان قريبا من معاناة ومن تطلعات الشعب المغربي. فنجاحه ليس يعني ننظر إليه ليس باستغراب. طبعا أيضا هناك رغبة العديد من الناخبين ومن المواطنين المغاربة في تجربته ووضعه على محك السلطة والقرار. كذلك هناك رغبة في التغيير بعد الحراك الذي عرفته المنطقة العربية. أيضا يجب أن نقول أو أن نؤكد أن بعض الممارسات الغير المقبولة من طرف بعض الفاعلين السياسيين خلال الفترة الماضية أدت إلى العديد من المواطنين أن يصوتوا تصويتا انتقاميا، يعني لصالح العدالة. تصويت ما يعبر عنه أيضا بالتصويت العقابي، ولكن ما المطلوب برأيك من الحكومة المقبلة باختصار شديد سيد زين العابدين؟ طبعا أظن بأنه أولا كما هو معلوم فقد تم تكليف البلاد الكيران بتشكيل الحكومة. يجب أن تشكل حكومة قوية. أظن بأن التحالف الممكن في رأيي وفي اعتقادي هو إلى جانب الكتلة نظرا إلى القرب في البرامج. يجب أن تشكل حكومة قوية تمكن أن تستجيب إلى تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، والتي ليست بالهينة، ويمكن أن تكون هذه الحكومة فارقة عهد وبداية عهد جديد. أشكرك. شكرا. أشكرك جزيل الشكر من جنوبي المغرب من مدينة طنطان شرف الدين زين العابدين الإعلامي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية عن حزب التقدم والاشتراكية. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.